اتمرنت 5 مرات لمدة 24 ساعة في البيت، وده اللي حصل لي. اول تمرين كان الساعه 6:30 الصبح، كان عباره عن موبيليتي بس بركز اكتر على الحوض. اول حاجه بدات بقى جنب جاك وتسخينات كده عشان الحوض. ممكن يبان لك ان التمرين ده سهل، بس ده كان اصعب تمرين ليا في اليوم، وده كان باين على شكلي يعني. ريحت شويه بقى ودخلت اتمرن التمرين التانية، كانت كارديو بس اصعب تمرين كارديو ممكن تتمرنه هو الحبل، بالذات في الحته الضيقه اللي انا بتمرن فيها بس دي. كده خلصت بقى التمرين التانية، عباره عن 20 دقيقه بالحبل. دلوقتي الساعه 12 الا ربع الظهر. هل انا هلحق امرن 3 تمرينات البيالي؟ شوف بقى. ريحت بقى وخدت لي دش، بس بعد كده بقى خدت لي منجايه، ويلا بينا بقى على التمرين التالت. التمرين التالت يعتبر يعني كروس فيت شويه بدني، فحرفيا انا بتمرن التمرين التالت ده كنت شغال اقول لنفسي هل انا اقدر اكمل 5 تمارين في اليوم واحد؟ يلا بينا هنشوف. كده خلصت بقى التمرين التالت بعد الساعه 6:30. يلا بقى نشوف هنقدر نكمل ولا لا. بقى التمرين الرابع كان من ارذل التمارين اللي اتمرنتها في اليوم. حبل برضو فين السمانه بتاعتي كانت بتزغرط، بس كده خلصت رابع تمرين بقى لي تمرين واحد، واتمرنت برضو 20 دقيقه برضو حبل. الساعه 9 الا ربع ومتبقى لي تمرين واحد. اخر تمرين بقى كان عباره عن ان انا بقى بعمل تقويات للاماميات والخلفيات، شويه استرتشات يعني الواحد ما يحصلوش اصابه يعني، ونقدر نكمل يعني بعد كده ان شاء الله. بس كده خلصت 5 تمارين لمده يوم واحد. اشوفكم في فيديوهات جديده باذن الله. اخر حاجه ما تنساش اللايك والفولو لو عجبك الفيديو.